السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة يا رب. اقول لكم ايه؟ اقول لكم مساء الهنا والخير والسعادة والامل والرضا، مساء كل ورد والسكر والعسل والياسمين والخيرات، مساء كل انوار، مساء كل خير لاهل الخير، مساء كل فل والياسمين للناس الطيبين. يلا بينا نبدأ الفيديو ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وما يحلى الكلام الا بذكر نبينا عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بينا بقى نروق شوية حاجات، جايبين شوية طلبات لبيتنا ونظبط درجنا ونظبط حاجتنا ونظبط رخامتنا عشان نبدأ نشتغل في الجد على طول ونشتغل في غدانا ويكون الدنيا حوالينا متروقة. تمام تمام. اهم حاجة تكوني متروقة حواليكي ومشغلة بنظام، مشغلة بترتيب عشان الغدا معاكي يخلص في ميعاده او الفطار بتاعنا يخلص في ميعاده. احنا هنفطر النهارده، ما فيش غدا بقى، هو الفطار عشان رمضان. ايوه. وبمناسبة ان يعني رمضان، وقلنا رمضان بيجري قوي يا جماعة. انا مش عارفة هو رمضان يعني، مش عارفة هو بيجري بسرعة قوي دي كده. ما تقولوا له بالراحة يستنى شوية كده، احنا بنحبه والله. يلا الحمد لله. معانا كده ملوخية خضرة، هنغسل الملوخية بتاعتنا. ليه يا ماما رومة هتعملي ايه النهاردة؟ هنعمل حمام. ايوه هنعمل حمام، ما احنا في رمضان بقى وعايزين ندلع الولاد ونفطرهم كده ومكافأة كده حلوة ولسه احنا اول الشهر، ونبدأ بقى نعمل لهم غدا حلو النهاردة. ونغسل الرز بتاعنا ونفضينا الملح بتاعنا، ونبدأ ناخد صطات من الرز. ايوه صطات من الرز كده زي كبشة ايدك كده على عدد اللي انت هتعمليه. تمام تمام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. نغسل الرز جيدا ونسيبه منقوع حبة صغننين، وبعدين نصفيه، وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. اول حاجة هعملها هي الخشاف بتاعي. ايوه نبدأ نخلص من الخشاف بتاعنا ونرميه كده من ورا ظهرنا. بس النهاردة الخشاف بتاعي هنعمله بعصير المانجا. ايوه هنعمل الخشاف بعصير المانجا النهاردة. غسلناه كده كمية من البلح، نقطع كده المشمشاية ونقطع قراصية. ايوه قراصية، هي القراصية، ايوه هي دي. ونبدأ بقى نحط التين بتاعنا ونحط زبيب ونحط مكسرات ونحط بقى المانجا بتاعتنا ونظبط خشافنا ونخلصه من ورا ظهرنا. تمام تمام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي يشوفني لأول مرة ما ينساش يتفضل فضلا وليس أمرا يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس علشان يوصله مني كل جديد. يا أحلى متابعين في الدنيا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. يلا بقى نفتح التلاجة ونجيب بقى الأطباق بتاعتنا ونفضي الخضار اللي احنا جايبينه النهاردة. جايبين طماطم 3 كيلو تقريبا ب20، يعني القوطة النهاردة وصلت 6.5، من 6.5 ل7، وجميلة جدا. بس هي الحاجة الوحيدة اللي انا مستغرباها ان الفلفل غالي قوي. الفلفل سعره رفع جامد جدا. جبت ربع كيلو على قد احتياجي في الاسبوع دوت، حراق على بارد. وجبت خيار، جبت جزر هستخدمه بردك طول الاسبوع. وهنخلل النهاردة بتنجان مخلل مع الاكل بتاعنا النهاردة. ما احنا اكلنا النهاردة بقى ايه؟ حاجة كده دلع في دلع. معانا بقى ايه؟ هنعمل سمبوسة بميكس من الجبن، وهنعمل ملوخية، وهنعمل حمام، ويعني وشوربة بقى ايه، مش قادرة اقولك على شوربة الشعرية، هتوديك في حتة تانية خالص. شوربة الشعرية بشوربة الحمام رائعة رائعة. الأكل النهاردة هيوديك عند هرم الحمام. أيوة هرم الحمام النهاردة هحضره عندنا. ما يعني احنا لو احنا خرجنا كرنا بره الحمام دوت، يعني حرام، يعني حرام، الحاجة غالية جدا. وعشان تعملي حمام وتاكليه من بره هيقطع مبلغ وقدره. انا بقى وفرت وعملته في البيت النهاردة بطريقة امي، بطريقة زمان، بطريقة جميلة جدا جدا. اهم حاجة عشان الحمام بيطلع بتاعك ممتاز جدا، الغسيل والنظافة. ايوه تغسلي الطيور بتاعتك حلو جدا جدا، بالخل بقى، بالليمون، بالدقيق، باي حاجة تحبيها. المهم ما يبقاش فيه ريحة زفارة للطيور بتاعتك. تمام
تمام. المهم ان احنا عملنا النهارده ايه؟ البدع في الحمام بتاعنا. غسلناه بملح وخل ودقيق وليمون وكل حاجه، وعصرنا عليهم بقى ليمونه كده حلوه، ودلكنا كل الحمام القمر ده، وحطيناه في مصفى ويصفي كل الميه اللي فيه. دي خطوه مهمه جدا، انك تصفي الحمام بتاعك من الميه اللي فيه جدا. نقشر بقى كام بصلايه كده حلوين هنستخدمهم في اكلنا. واول حاجه هنعملها هنبشر للحمام بصلايه الاول، بصلايه كده لوحده فيها ملح وفلفل، ونبدا ندلك الحمام بتاعنا بالبصلايه دي. تمام تمام. ليه بقى يا ماما رومة؟ عشان الحماماية تتحيق كده من جوه ومن بره، وندخل تحت الجلد وبره الجلد، ونظبطها ملح وفلفل وحبة توابل بهارات خفيفة جدا. تمام، زي ما حضرتك شايفة كده بندخل التتبيلة في قلب الحمامة ونمعمقها كده. عارفين انتوا تمعمقها، تتغلغلها، بلاش تاني، توصل لمعاميق معاميقها وتتغلغل كده في قلب الحمامة جوه، وتبدأ بقى تتنقع معانا. عقبال ما نظبط هنعمل ايه في الرز بتاعنا اللي هنحشي بيه الحمام بتاعنا، الرز الخلطة، الرز الجبار. تمام تمام. نبدأ بقى كده، خلصنا كمية الحمام بتاعنا، ونبدأ نصب مواعيننا ونظبط حوالينا. أهم حاجة الترتيب والنظام. تمام تمام. نغسل بقى مواعيننا ونظبط ونبدأ بقى نشتغل. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبدأ بقى الايه الجد بقى، نجيب بقى ايه؟ بصلاية وطماطماية هنبشرهم اوام اوام اوام، ونبدأ نخلصهم عشان هنحتاجهم في الرز بتاعنا. ونجيب بقى معايا بقى ايه؟ طاسة كده جميلة قمر كده حلوة، ونحمر وننزل بمعلقة سمنة بلدي حلوة وحبة زيت، ونبدأ نحمر الرز بتاعنا ونبدأ نشوحه وياخد اللون الذهبي الجلد معايا، ونبدأ نحضره عشان نحشي بيه الحمام بتاعنا. تمام تمام. طاسة على النار اهي، حطيت معلقة سمنة بلدي كبيرة معتبرة، سمنة بلدي فلاحي، وحبة زيت، ونقلب بقى الرز بتاعنا ده كله لغاية ما لونه يبقى ذهبي زي ما حضراتكم شايفين، وننزل بيهم بالطماطم والبصلاية. وخطوة أساسية، حبة دبس رمان على الكلام ده كله، هيودي الحمام والرز بتاعك في حتة تانية خالص. ايوه، في حتة تانية خالص. نحط ملح، نحط فلفل، نحط بهاراتنا، ننزل بقى بالكبد والقوانص، ونقلب كل ده مع بعضه. نقلب كده من فوق ومن تحت، وننزل ونطلع ونظبط، ونحط بقى حبة مية ونسويه نص سوا. تمام، اهم حاجة تسوي الرز بتاعك نص سوا. تمام. نرجع بقى للخشب بتاعنا، نقع بقى حبة حلوين، وننزل عليه بالمانجا، ونحط بقى شوية سكر ونقلبه ونسيبهم على جنب. تمام تمام. نمسك الملوخية ننشرها وننشفها عشان لوجي حبيبتي تخرطها لي. ايوه، لوجي حبيبتي ربنا يديمها نعمة في حياتي، هي المنقذة بتاعتي، وبتقعد بقى ايه تظبطني و يعني بصوا، لايك بقى اللوجي وحيوها عشان هي بتساعدني كتير قوي قوي قوي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اقول لها طلعي لي بقى ستيكس كده اقفل بيها الحمام، وهي خرجت بقى تاخد الملوخية وتعيش حياتها بره وتخرطها لي. تمام تمام. نبدأ بقى نحشي الحمام كله ونظبطه. بصوا يعني بصوا، احنا بنستف الرز جوه الحمامة، بنستفه كده ونرصصه كده عشان يطلع قمر بقى قمر. ونحشي بقى من تحت الجلد كده، ونظبط الحمام بتاعنا. تمام تمام. بصوا، اكنك بتحشي منبار من عند الزور بالظبط. تفضلي تحشي كده وما تقفليش بقى بستكس، مش محتاجة تقفلي بستكس من عند الرقبة، هي هتقفل لوحدها اول ما تنزليها في المرقة بتاعتك اللي هتسوي فيها على طول. تمام
تمام. بصوا انا بدخل الرز من تحت الاول، وبدخل القنصايه والكبدايه والقلب بتاع الحمامه، وابدا اظبطهم من تحت، وبعدين ارجع احشي من فوق من عند الزور تاني. تمام. دي خطوات مهمة وأساسية في نجاح الحمام بتاعك. امشي بالخطوات واحدة واحدة، هيطلع معاك الحمام بتاعك قمر قمر قمر. تمام. تمام. خلصنا بقى ايه الكمية كلها، ونبدأ نحشي كل الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة بنفس الخطوات. بنحشي من تحت ونحط لكل الحمامة بتاعتها، كل حمامة ليها قنصاية وليها قلب صغنن وليها كبداية، نحطهم في قلب الحمامة بتاعتهم. ماشي؟ ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي، قولوا ماشي. حاضر، ماشي. كده بقى احنا خلصنا، قربنا نخلص كمية الحمام بتاعتي، وبكتف الجناحة بتاعته من ورا الظهر. تمام، عشان تبقى شكلها شيك وشكلها حلو. تمام. تمام. خلصنا بقى الحمام كله، ونبدأ بقى بعد ما نخلص الحمام هننضف رخامتنا حلوة قوي قوي قوي، ونبدأ نجيب حلة ونعلق عليها على النار، فيها بصلاية فيها طماطماية، ونجيب حبة شعرية عشان هنعمل النهاردة شعرية بشوربة الحمام. وجبنا طبق فيه مية بنشا، لزوم بقى ايه، لزوم السمبوسة بتاعتي اللي بالجبنة النهاردة. حضرت حاجتي، حضرت ونضفت رخامتي، وابدا بقى اشتغل وحمر الشعريه، وادي البوكيه جرني بتوعي، البصله والطماطمايه وفلفل صحيح، افضل فلفل صحيح عشان الشوربه بتاعتي ما تغمقش، وورق لوري وحبهان وملح، ونغطي على طول في الحله بتاعتنا. تمام. الشعرية بتاعتي كانت اتحمرت، وفي انتظار الشوربة بتاعتي عشان ننزل بيها عليها. معايا بقى ميكس جبن، معايا جبنة شيدر، جبنة رومي، معايا جبنة موتزاريلا. معايا بقى هنا الحاجة اللي هتودي السمبوسة بتاعتي في حتة تانية خالص. ايه هي يا ولاد؟ هو الحبة السوداء، هي الحبة البركة. حبة البركة دي من أحلى الحاجات، دي فيها على السمبوسة وميكس الجبن بتوديها في حتة تانية خالص. وهنحط جبنة كيري، وهنحط بقى حزمة من البقدونس، وحبة البركة الحبة السوداء. مش قادرة أقول لكم على الجمال والروعة، كانت رائعة رائعة بجد. نقطع بقى البقدونس ونخرطه على الجبنة بتاعتي او الميكس الجبن بتاعي، ونقلبه، ونخرج بقى نحشي السمبوسة بتاعتنا، ونظبط ونشوف الشوربة بتاعتنا. اول ما تغلي هننزل بالحمام بتاعنا. تمام. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله المية غليت، بسم الله، سمي على أكلك. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ننزل بقى بالحمام بتاعنا ونسيبه يستوي براحته. اجيب بقى البلانشة بتاعتي واقطع البقدونس، لزوم بقى اكلي النهاردة عشان هستخدمه في اكلي، وهحط بيه وهزين بيه السفرة بتاعتي. تمام. نجيب بقى البتنجان بتاعنا عشان هنعمل طبق كده بتنجان مخلل مع طماطم مخللة، لزوم بقى ايه الجمال والتكتكة. والنهاردة بقى ايه كله ايه دلع في دلع. تمام. تمام، قولوا تمام. نجيب بقى قرنين فلفل، ونجيب الهون بتاعنا وندق قرنين فلفل سبايسي، ونحط عليهم بقى ملح وكمون وحتى التوم. تمام. تمام. اللي يشوفني لأول مرة بقى ما ينساش اللايك، ادوني اللايك والكومنت الحلو منكم اللي بيشجعني كتير قوي 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 ان انا اقدر اعمل معاكم فيديوهات كتير حلوة قوي قوي. واللي يعجبه الفيديو ينساش يديني كومنت حلو وتعليق حلو واللايك كتير قوي قوي قوي، وشيروا للفيديو عشان يوصل لاكبر مجموعة كبيرة من المتابعين. تمام. تمام. وربنا يديمكم في حياتي نعمة
وانا بشكركم كتير قوي 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 ان انتوا بتدوسوا وبتفعلوا زر الجرس لعائلة ماما روما. ربنا يديمكم في حياتي نعمة. ننزل بقى بشوية خل بعد ما حمرنا البتنجان بتاعي القمر ده على حبة خل على البتنجان بتاعي، ونقطع الطماطم بتاعتي طرنشات لزوم التكتكة، ونجيب بقى الطبق بتاعي ونحط شوية خل وشوية كمون على التتبيلة بتاعتي، ونبدأ نحيق البتنجان بتاعي. أيوة نحيق البتنجان بتاعي. تمام تمام. وكده بقى احنا كنا خلاص وصلنا لنهاية الفيديو معاكم، وحشينا السمبوسة ولوجي خرطت لي الملوخية، ونبدأ بقى نعمل الملوخية معاكم ونظبط. وادي بقى الطبق الحرج بتاعي، ونشيله بقى على جنب ونمسح رخامتنا. والبطاطس القمر اللي هناك دي كان نفسي اعمل بيها شيبسي، بس للاسف والله ما لحقتش. هو بقى الشيبسي كان وقته النهارده بقى، بس يلا الحمد لله. الحمام بتاعي اللهم بارك بقى روعة. نبدأ بقى ننشله من الشوربة بتاعته، ونبدأ نشوف بقى ايه شوربة الشعرية بتاعتي، ونبدأ نحط الشوربة للملوخية بتاعتي، ونخلص بقى أكلنا. خلاص كان الأذان فاضله نص ساعة. تمام تمام كده بقى الشوربة معايا جاهزة وشوربة الملوخية جاهزة، ونبدأ نحمر الحمام بتاعنا. يلا نحمر الحمام وندحرجه كده بقى. وادي الملوخية بتاعتي ما شاء الله تحفة وخضرة جميلة وقمر. نجيب لها بقى مضرب السلك وبنفكها من بعضها ونحط لها مكعب ماجي. والحمام بتاعي شغال حلو خلاص، والأذان خلاص كان قرب هيدن. ونعمل بقى طشة الملوخية بالثوم والكزبرة بتاعتنا. والحمام بتاعي ما شاء الله اللهم بارك يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكوا يا رب جميعا. وكده بقى انا كنت وصلت لنهاية الفيديو، وهنحمر الحمام ونعمل طشة الملوخية. والشوربة بتاعتي شغالة حلو، شوربة الشعرية النهاردة. ايوه النهاردة مفيش لسان عصفور، النهاردة في شعرية رائعة واكلنا النهاردة كله في قمة الابداع. ايوه في قمة الابداع. ونبدأ بقى نقلب الحمام بتاعنا يمين وشمال لغاية ما يتحمر كله، ونبدأ طشة الملوخية معانا، ونقول بقى ايه يا لهوي انا ياما، ونشهق كده على الملوخية وتبقى ايه. يا لهوي يا لهوي على الجمال يا ولاد، يا لهوي مش قادرة اقول لكم، يعني مش قادرة اقول لكم على الجمال. خلاص الأذان يعني خلاص احنا صوصونا، الريحة جامدة. نجيب بقى طاسة ونسخنها على النار، ونبدأ بقى ايه نخرج بقى الأكل. يا لوجي بقى هتلعب معايا هنا دور بقى جامد، وتخرج لي الأكل. ونجيب شوية زيت نضاف حلوين، ونبدأ نحمر السمبوسة بتاعتنا. أيوة السمبوكسة أيوة الجميلة اللي بميكس الجبن النهاردة. ونبدأ نغرف الملوخية. اللهم بارك بجد روعة. يا سيدي على الريحة، يا سيدي على الخضار والجمال والحلاوة يا جدع، تتحدث عن نفسها. هذه الملوخية بالحمام تتحدث عن نفسها يا متابعيني الحلوين، يا متابعيني الأمارات. بس بقى أنا جربت واحدة الأول، أبدأ بقى أنزل بكله، أحمر وأطلع. بس مش قادرة أقول لكم على طعم الجبنة بحبة البركة، كانت رائعة، وديتها في حتة تانية خالص. جربوا السمبوسة بالطريقة ديت هتعجبكم وهتنول إعجابكم. حطوا بس حبة البركة مع ميكس الجبن مع البقدونس، هتوديها في حتة تانية خالص. وبس كده، وكده انا كنت وصلت لنهاية الفيديو معاكم. وده كان يومنا، وده كان غدانا، وده كان فطارنا في رمضان النهاردة. وبألف هنا وشفا يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وده كان شكل اكل النهائي بتاعي، ودي سفرتي، وده فطارنا. واقول لكم ايه بقى، اقول لكم بقى باي باي في حلقة جديدة مع عائلة ماما روما. باي.